بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة موجهة إلى الإخوة الزملكاوية القابعين في المنازل، الإخوة الزملكاوية حول الأريكة، والإخوة الزملكاوية حول أو تحت المكيفات. إلى كل زملكاوي بائس، وإلى كل زملكاوي حزين، وإلى كل زملكاوي يشعر باليأس ويشعر بالإحباط. كل سنة وانت طيب أيها الزملكاوي، ومن محبتي فيك كأهلاوي جيت لك النهاردة بالجلابية البيضاء. أنا كأهلاوي لبست لك الجلابية البيضاء أيها الزملكاوي الحزين البائس القابع تحت أغصان الأشجار على سفح الجبال. النهاردة جاي لك بمعلومة مهمة جدا ومعلومة خطيرة جدا جدا جدا. والله يا جماعة، والله أنا هفسر لك موقف النهاردة وهحكي لكم على أمر يعني غاية في الخطورة. هذا الأمر اللي أنا هحكيه لو كل زملكاوي بيفهم كورة، نتمنى أي حد زملكاوي عنده يعني أفق وعنده سعة في صدره كده وبيفهم الدنيا ماشية إزاي، يحاول يركز معايا في الكلام الخطير اللي هقوله لكم ده. تم إنشاء فريق الأسيوطي وبقى اسمه بيراميدز. فريق بيراميدز يا جماعة بقى له مكانة وله وجود وله تواجد في الرياضة المصرية. فريق بيراميدز عامل بالظبط كده زي انت لما تولع اي نار في قش، في كوم قش. مفيش نار يا جماعة بتبقى عالية وشديدة يعني بدرجة اللي احنا بنشوفها في اخرها كده من البداية اطلاقا. بقول لك ان معظم النيران من مستصغر الشرر. ده بالظبط المخطط اللي مشي عليه فريق الاسيوطي او فريق بيراميدز. فريق بيراميدز تم زراعته عن طريق تركي آل الشيخ لتدمير نادي الزمالك. نادي الزمالك السبب فيما هو فيه وفيما يعانيه وفي الدمار اللي لاحق به هو وجود فريق بيراميدز. ده في الاساس، ده يعني قبل ما نقول بصوا قبل 1-2 لازم كل زملكاوي بائس، كل زملكاوي حزين يبقى عارف ان فريق بيراميدز تم وجوده لتدمير نادي الزمالك، ولا يعني ملوش علاقة بأي أندية تانية، لا أهلي ولا اسماعيلي ولا أي فريق تاني. ده مخصوص عشان يدمر نادي الزمالك. المعلومة الخطيرة اللي عايز أقولها لكل زملكاوي ويفكر فيها، يمكن نتدارك الأمر قبل ما المصيبة الكبيرة تحصل. المعلومة بتقول ان احنا طول عمرنا من وقت ما احنا وعينا نشجع كورة، ومن وقت ما طلعنا للكورة وعرفنا ان في كورة، اهلي وزمالك طول عمرها كده القطبين يا جماعة، الاهلي والزمالك. للأسف ايها الزملكاوي البائس الحزين، الزمالك في الفترة القادمة لم ولن يعد او لم ولن يبقى هو القطب الثاني للكورة المصرية. بيراميدز اللي انت بتشجع فيه، وبيراميدز اللي انت بتتحمس له، وبيراميدز اللي لما بيجي يلعب الاهلي بتتحمس لبيراميدز وبتلبس تيشيرتات بيراميدز وبتحيي بيراميدز وبتشجع بيراميدز. بيراميدز ايها الزملكاوي الحزين الخايب بياخد مكان الزمالك كقطب تاني للكرة المصرية. كمان 2 أو 3 مش هتلاقي حاجة اسمها الزمالك، صدقني، وخد كلامي بمحمل ان هو مش حقيقي، بس فكر فيه. ما يدار الآن بالنسبة للرياضة إن بيراميدز هيحتل مكان الزمالك كقطب تاني في الكرة المصرية. مش هيبقى في تمثيل بعد كده للكرة المصرية إلا عن طريق الأهلي وبيراميدز. هيبقى الأهلي وبيراميدز هم قطباء الكرة المصرية. هتبقى مباراة القمة هتبقى ما بين الأهلي وبيراميدز. هيبقى التنافس في الدوري، في كاس، في افريقيا، في اي بطولة هيبقى تنافس ما بين الاهلي وبيراميدز. دي الحقيقة اللي لازم كل زملكاوي يكون عارفها، وكل زملكاوي يسعى لتغييرها. دي حقيقة، اي نعم هي حقيقة مرة ومش هتلاقي حد يقولها لك. انا كاهلاوي، انا بقول لك انا لبست لكم الجلابيه البيضاء مخصوص. انا كاهلاوي ومحب لنادي الزمالك وحزين على اللي بيحصل في نادي الزمالك،
مش لازم اقول لك الحقيقه ماشيه ازاي والدنيا ماشيه ازاي. في خلال سنه او سنتين على الاكثر هيكون نادي بيراميدز هو القطب الثاني للكره المصريه. مباراه القطبين، مباراه القرن، مباراه ايه ومباراه ايه بالمسميات كلها هتبقى منصبه على مباراه الاهلي وبيراميدز. الزملكاويه ياخدوا بالهم ونادي الزمالك ياخد باله من اللي بيحصل. بيحاك بيحاك خطه مفادها ان بيراميدز هيكون القطب الثاني للكره المصريه. انا القناه كانت متوقفه منذ فتره لاسباب فنيه، والحمد لله قدرنا نرجعها تاني، بس ما كنتش اتمنى ان انا ارجع بالفيديو ده، بس ده حقيقه لازم نقولها من محبتنا في نادي الزمالك. نادي الزمالك عشنا طول عمرنا الكرة اهلي وزمالك. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت وهو حاول تفوق وحاول تصحصح وتاخد بالك ان الكورة بعد كده هتبقى الاهلي وبيراميدز. الزمالك ثالث او رابع او خامس او هينافس على الهبوط. ده اللي هيحصل في الفترة الجاية. يا ريت نتدارك الموقف، وده نداء الى مجلس ادارة الزمالك وحكماء نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. صدقوني انا بتكلم من مبدأ محبتي لنادي الزمالك. نادي الزمالك كيان كبير وفريق كبير لازم يكون موجود على الساحة بوضعه. للأسف اندحك على جماهير كتير من جماهير نادي الزمالك انها تقف في صف بيراميدز، يعني كرها في الاهلي عشان نجيبها على بلاطه. بس انت وقوفك مع بيراميدز وتشجيعك لبيراميدز وان بيراميدز يقف على رجليه، صدقني ده مش في مصلحه فريقك لم يعد هو القطب الثاني في الكره المصريه. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.